بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معانا النهارده من مطبخنا اسهل وصفات طريقة عمل قرنبيط بس من غير ما نقليه. هنعمله صينية مع بعض كده بكل سهولة، وهيطلع احسن من المقلي بكتير، وكمان هيوفر معانا في الزيت بدل ما نقليه ولا نكلف عليه زيت وبيض. هنعمله برضو ببيض وهنحط عليه شوية زيت بس مش هيكلفنا كتير. اهوت بالطريقة ديت. حطينا هنا قرنين فلفل وطماطمايه وبصلتين اخضر. اي خضار عايزه تحطيه حطيه، او حابه تضيفيه بالطريقه دي. هنا معايا بصل اخضر وطماطم، فلفل وبصل ناشف. اهو ده الخضار اللي نحطه عليه بالطريقه ديت. هفرمه او تخرطيه ناعم زي ما تحبي بالطريقه ديت كده. وهنجيب القرنبيط، سواء عندك في الفريزر او انت هتسلقيه عادي زي ما كنت انت هتقليه بالظبط. بصوا الطريقه زي ما كنت انت هتقليها تمام، بس هو هنعمله صينيه. اهو طبعا هنحط هنا 3 بيضات او بيضتين، وهنسيب واحدة عشان نحطها على الوش. وهنحط بهارات كمون وفلفل وكزبرة وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر و3 معالق دقيق. وهنقلب الخليط ده كله. ده الخليط يا جماعة اللي بنحط فيه القرنبيط عشان نقليه. خدوا بالكم الطريقة سهلة بسيطة، وان شاء الله تعجبكم يعني. وده قرنبيط كان عندي في الفريزر، طلعته طبعا. هعمله على الكبة كده عشان اديله فرمة ناعمة كده، او فرمة بسيطة شوية. هو كده كده يعني مسلوق. اهو انا عايزة انعمه عشان يطلع لي خرط، انا مش عايزاه قطع، انا عايزاه يطلع خرط. وبعد ما خلصت فرمته اهو حطينا القرنبيط كده، وبعدين حطينا الخضرة بالطريقة دي. خضرة طبعا على القرنبيط ده شيء لازم. ودي الخلطة اللي عملناها بالبصل والطماطم والفلفل اهو بالطريقة ديت. وحطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر وذرة بتاع ده كركم. حطينا بهارات نفس البهارات اللي حطيناها، كزبرة وكمون وبصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا. اي بهارات عايزة تضيفيها ضيفيها. وحطينا الخليط اللي احنا كده كده لما بنيجي نعمل القرنبيط بنسقيه فيه عشان نقليه. وهنقلب كله مع بعضه. لسه بس هنحط شوية هريسة شطة، معلقة كده هريسة شطة للي حابب، اللي بيحب الحاجة سبايسي يحط شطة. ونقلب كله في بعضه. وبعد كده هندهن الصينية وننزل الخليط ده كله في الصينية. اهو معلقة واحدة زيت، يعني اللي احنا حطيناه كله على القرنبيط. ما شاء الله الصينية الكبيرة خالص ديت خدت حوالي ربع كوباية زيت. وهنسويه كده بظهر معلقة او الاسباتولا. بنسويه بالطريقة ديت وبندخله الفرن. وبعد ما بيشد شوية بنطلعه وندهن وشه لو حابين، ولو مش حابين هو برضو كده كده هيحمر. اهو بالطريقة دي بنسوي وشه كده وبندخله الفرن. وبنجيب بيضة، نحط عليها شوية ملح، سنة خل عشان الزفارة، وشوية زيت صغيرين جدا. ونحط اي بهارات احنا عاوزينها. انا حطيت هنا شوية بهارات 7 بهارات كده اهوت. وهطلع القرنبيط بالطريقة دي وهدهن الوش. وبعد كده هدخله تاني في الفرن عشان يحمر. وطبعا هنعمل جنبه شوية سلطة حلوين كده ونقدمه. شايفين ما شاء الله سهل جدا وبسيط، وطبعا صحي بغض الطرف ان هو ما بياخدش زيت، بس هو صحي اكتر من اللي بيشرب زيت واللي بنقليه يعني. اهو هنطلعه بالطريقة ديت. اهو بالطريقة دي طلع خرط جميل. انا لما مطلعاه سخن، لو سبتيه يبرد كمان شوية هيطلع ما شاء الله احلى من كده. اهو بالطريقة ديت. وتقدميه بألف هنا وشفا مع شوية سلطة، عيش مخلل، اي حاجة انتوا حابينها. شايفين ما شاء الله على لونه وطعمه، وكمان كله خضار وفيه فيتامينات وفيه فايدة كبيرة جدا. يا رب يكون نال اعجابكم. اهو ما شاء الله، والف هنا وشفا على قلوبكم. وما تنسينيش في لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي.
واللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله من مطبخ اسهل الوصفات، وفي رعاية الله.